100 الشركة تقول خذ 10,000 وخل ملفك وروح استريح في البيت. أنا أسألك أين الخطاب الديني عن هؤلاء؟ هذه المشكلة. احنا فصلنا الخطاب الديني عن الحياة. أنا ما كان المفروض من الخطاب الديني أنه لم يعد ما استطاع أن يحل مشاكلنا، لأن نقاط زي هذه يجي يفكر تفكير قديم أنه تشغله بأكله. نعم. بالتمر تعطيه هذا جائز وغير كذا تعدى. تغيرت الأمور. لو الخطاب الديني يحمل هذه الفكرة، نقول لا يوظف السعودي بأقل من 5,000 ريال. يا أخي أنا أسألك بالله، أنت لو الآن تأخذ راتب 3,000 ريال مو 1,800، هل تعمل؟ هل تأتي في وقت تصحى من النوم تأتي؟ هل يا شيخ ما تقدر؟ ما كان أترك عن الأفلاطونيين هذول والله في فلان كان يأخذ 1,800 بس في ملاحظة غريبة دكتور. يعني عندنا بعض الشباب ما شاء الله عليهم متخرجين من الجامعة ويشتكون من عدم وجود وظائف وإلى آخره، وتلقى ما شاء الله حركة في المجال التطوعي بلاش. لأن العمل حاجة إنسانية. نعم. وكذلك الراتب حتى لو انه غني، في ناس اغنياء كثير يشتغلون وعندهم خير كثير، فهي حاجه انسانيه. بس اما تطوع فقاعد اتطوع انا رجل يعني قاعد ابدا في باب التطوع. نعم. اما تعطيني 1,800 هاي تراها كبيره يا شيخ، ولا 2000 ولا يا اخي زي هذا الاخ 20 ريال رايح، 10 ريال رايح و10 ريال جاي بالتاكسي، هذا على رخص التاكسي. حتى اللومزين كلوه على السعوديين يا شيخ، ووظيفه من لا وظيفه له. وللاسف السعودي يسجع الكلام، يقول ما ابغى اركب مع سعودي. سبحانك اللهم وبحمدك، حط نظام خلي السعودي يركب فيه، لانه هو يا اخي السعودي يقول ما ابغى اركب مع سعودي، السعودي يقول ما ابغى مدير يصير هندي. اين الخطاب لا ايش علاقه الخطاب الديني ليش ما يتكلم عن النقاط هذه؟ ليش ما يبحث النقاط هذه؟ تكلموا في الابتعاد، تكلموا في كذا، ليش ما يتكلم في النقاط هذه؟ ليش ما لان ان يقبل ان يتكلم لا يخش الخطاب الديني. هي مشكله ثقافه، هذا تقاليد. عادة احنا ثقافتنا جايه كلها من طبائع، ثقافتنا كلها من الدين. احنا مجتمع متدين، مجتمع قوي تدينه، فكل ثقافتنا نابع من هذا من الدين، سواء يمين او يسار يحكمنا احنا الدين. هذا ثقافتنا. لذا احنا من خطاب الدين تخلف عن اللحاق بمثل الامور هذه. لازم يتدخل الخطاب الدين في 1,800 هذه يا شيخ. انا ما بقول كلمه احنا في التلفزيون لا تعتبر راتب يا شيخ. ال2000 ليست براتب. اذا حتى 600 ريال 20 ريال 10 راح، هذه 600 راحت. يعني لو تحسب ربع دجاج وهذا راحت 20 ريال يوميا، وخبزه وفول عايش كعايش العمال، هذا راح 600 ثاني، هذا 1,200 ريال. انتهينا. هذا لكي فقط يواصل شغلك وياكل الاقل هو شخص واحد. هل هذا راتب؟ ثم تقول اصبر ترى في فلان زيد كان راتبه 1600 وصار CEO ولا صار مدير كبير. طيب هذا ما قال ابراهيم من جده، هل يستوي الذين هو قد ذكر الايه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونحن نقول يعملون ولا لا يعلمون. يعملون. هنالك من اجتهد ووصل راتبه الى 10 20 30. هذه من الغش. هذا من الغش الصحفي ومن الغش اللي يحاول يتهرب من السعودة. كم واحد عاطل وكم واحد توظف بدينهم قيادات، والقيادات عادة قلة ولا تطلع في 10,000 واحد الآن من الأحكام كلها على واحد. ألف كثير. ولا 10,000 طلع فيها واحد صار كان ياخذ 1200 ثم أصبح مدير. أنا راح أسوي إحصائية مثلا 10,000 واحد. الآن نبني أحكامنا كلها على الشاذ. هذا الشاذ لا حكم له يا أخي. خاطب الإنسان إذا ما في حوافز ما يقدر. بدون حوافز ما يقدر. حتى لو أنه غني وحاجة فلوس تعطي 1200 يا أخي ما أبغى أتطوع ولا تعطي 1200. أسوي العمل هذا وأعطيك 10,000 ريال. هذه أشياء 10,000 لك بتسوي. يلا رح تطوع ولا تأخذ 1000. إيه ولا أخذ 3,000 ريال حتى. إحنا قلنا ونمني لازم 5,000 ريال. ولا بد أن ينظف القوانين وينظف الخطاب الديني وينظف الخطاب الوطني. أن لابد نحدد 5,000 ريال كمينيمم تزيد سنويا مع التضخم. جميل. في آخر دقيقتين، وزارة التخطيط هل أدت عمل حول هذا المسألة؟ بوزارة التخطيط دائما ما شاء الله يعني بعيدة عن الأصوات، ولو أننا نعتقد بأن لها دور مهم في هذه المسألة، تحديد دخل الفرد وتحديد وتزامن أو توازن النهضة. أنا والله ما عندي، أنا لا أتكلم فيما لا علم لي فيه، لكن أتوقع أن وزارة التخطيط ما فيها شيء. ما عندك مجرد أنها ما عندها ذاك القوة على الأشياء. هذه الأشياء يمسكها التجار. نعم. لهم قوة فيها. وأنت تشوف يعني سوبر ماركت مسعود وسوبر ماركت ما هو مسعود. مكان مثلا توزيع في المول مسعود، الثاني ما هو مسعود. ليش طيب مسعود ما هو مسعود؟ ليش؟ راجع لصاحب المحل، صاحب الرأي. نعم. حتى من نظرة قوانين ناس استثنوا كثير.
هذا تستثني واحد في القطاع قتلت القطاع كله. لكن اللهم صل على محمد. فأتوقع وزارة التخطيط عندها مشاكلها وموانعها، لذا لابد أن يقوم المجتمع كله بهذه النقاط، ونركز على انت في بعض الناس من الاشياء اللي يشوشون عليها، يبون مقاولات سعوديين، والخدم السعوديين، والسواقين السعوديين. لا يا اخي، لا وعمال المصانع السعوديين، لا تلبس هذا بهذا. المقاولات نبغاها ما هم سعوديين الان، لان ما نبغى نغلي اسعار العقارات واسعار الاعمال. جميل. لا عندهم خلط يخلطون. ولا بد ايضا ان اشكرك في نهايه هذه الحلقه الدكتور حمزه السالم، الاكاديمي والكاتب الصحفي، كما اشكركم انتم مشاهدينا الكرام ومن شاركنا من خلال الهاتف، واشكر الزملاء في الاخراج والاعداد. انا عبد الله البراق، دمتم بخير.